احنا في موسم الفراولة. تعال نشوف كده، هنجيب نص كيلو فراولة وكوبايتين لبن، نعمل حاجة حلوة في الشتاء ده من الفراولة الجميلة دي. نشوف كده، هنجيب نص كيلو فراولة، نغسله كويس ونقطعه كده، نغسله ونقطعه قطع صغيرة كده عشان هنعمله في الخلاط. الفراولة كتير في السوق وحاجة حلوة، بدل ما بنشرب عصير وناكلها كده نغير يعني، والتغيير حلو جدا. نقطع نص كيلو فراولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونحط عليه كوبايتين لبن، حليب يعني كوبايتين حليب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونحط عليه السكر. أنا عن نفسي حطيت 6 معالق سكر لأن دي حاجة حلوة، فغير العصير. لو العصير هتقللي نسبة السكر، لكن هتعملي حاجة حلوة يبقى بتزودي نسبة السكر. وبرضو رغبتك، تبع رغبتك، عايزة تقللي عن كده، عايزة تكتري براحتك. احنا ضربناه في الخلاط كده بالسكر، الحليب بالفراولة بالسكر. وهنحط 3 معالق نشا، 3 معالق نشا مسح، مش مليانين على الاخر مسح. نحط عليهم نص كوبايه ميه وندوب النشا بره الاول عشان نتاكد ان مفيش كلاكيع نشا، عشان لما نحطها على الفراوله تبقى متاكدين ان مفيش نشا ماسك في بعضه. بسم الله ما شاء الله. حطيناها على الفراوله كده بعد ما عملناها في الخلاط بالحليب والسكر، ونقلب ونتاكد ان النشا خلاص في ال في الحليب والفراولة كله دايب في بعضه، والسكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنجيب حلة بقى ونحطها على النار، ونولع على نار هادية، نخلي النار هادية عشان ما تلسعش مننا عشان في نشا. ونفضل نقلب ونشكر الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على رسول الله. ونفضل نقلب لغاية ما نحس إنها بدأت تعمل فقاقيع كده. ساعة ما تتخن معانا واحنا بنضرب بالمضرب كده، خلاص صالحت ان المضرب تقل في ايدينا، بنطفي عليها بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلاص هي كده 10/10 جميلة. هنفضيها بقى في كوبايات، في اطباق كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، وتبرد ونحطها في التلاجة، نحطها على جوزين دول. حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب عشان تشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.